مساء الخير على احلى متابعين. النهارده جايبه لكم وصفه الكل بيحبها، البانيه المقرمش، بس المره دي هنعمله بقى بكفر متماسك ما يفكش منك ابدا، وبطعم زي المحلات واحلى كمان. قبل اي حاجه نسمي الله ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبي وشفيع رسول الله محمد. يلا نخش المطبخ ونشوف هنعمل خطوات البانيه المقرمش بطريقه سهله وبسيطه ازاي. معانا اول حاجه نص كيلو بانيه، غسلينه كويس طبعا بمليمون وملح وجنزبيل ومصفينه من الميه بعد ما شطفناه. هنضيف عليه بصلايه مبشوره وهنضيف بصلايه متوسطه، وهنضيف عليه بيضايه وحوالي ربع كوبايه لبن ومعلقه خل كبيره، وهنحط معلقه ملح، معلقه فلفل اسود، وربع معلقه جنزبيل، وربع معلقه زعتر. ما تحاوليش تزودي في الجنزبيل والزعتر عشان هما طعمهم بيبقى قوي شويه، فهو القليل كده منه احسن. وهنحط نص معلقه صغيره بيكنج باودر، بتخليه يبقى هش وكريسبي وجميل جدا البانيه. بس كده هنسيبه بقى يتبل لغايه ما يتبل وياخد من طعم التتبيله. هنحضر صلصه مكرونه نحضرها جنب البانيه. هنا بقطع بصلايه صغيره مكعبات زي ما انت شايفه كده، بصلايه متوسطه، وهروح محمراها في زيت. طبعا ما غمقهاش اول حاجه عشان خاطر لو غمقت مني بتمرر طعم الطماطم. لغايه ما البصل يتحمر في الزيت، هكون انا بضرب طماطم في الخلاط. يعني مثلا طبعا كميه الطماطم على حسب كميه المكرونه اللي انت هتعمليها. انا هنا مثلا ضربه نص كيلو طماطم. هنا بصي معايا البصل كده كده لونه بقى حلو قوي تمام، يعني هياخد سنه اغمق شويه عن كده بس وخلاص. ما نحاولش نغمقه جامد عشان هيخلي لنا طعم المكرونه مش حلو خالص. هنا ضربت الطماطم في الخلاط، وكمان بصفيها. طبعا بصفيها من القشر والبذر عشان خاطر بتتعب القولون، وهتدي طعم جميل، بتبقى عامله كده جميله قوي زي البيوريه كده، بتبقى تحفه خالص ما شاء الله. ولا هتحتاجي تضيفي عليها صلصه طماطم اللي هي معلبات ولا اي حاجه خالص. هنضيف معلقتين ملح ومعلقه فلفل اسود. طبعا الملح والفلفل الاسود ده بيبقى حسب الرغبه بتاعتك، بتبقى حسب يعني انتوا بتحبوا الاكل مثلا مالح شويه عادم شويه براحتك خالص. ده هنحط نص معلقه سكر صغيره، دي بتدي طعم حلو جدا وطبعا للحموضه وبتعزز الطعم. بس كده كده صلصه الطماطم هنسيبها معانا لغايه ما تستوي. هوريها لك دلوقتي لما تستوي هتبقى عامله ازاي. هتتسبك معايا برضو، ما تحاوليش تتكي عليها او في السوا علشان ما تنشفش، او هتيجي هتيجي تضيفيها على المكرونه هتلاقي المكرونه ناشفه. لا تسيبيها، حاولي تسيبيها جوسي شويه كده زي ما انت شايفه كده، ما تنشفيهاش قوي عشان تفضل جوسي كده. نيجي بقى لمرحله الكفر. معايا هنا بقسماط، انا عايزه تجيبيه من الفرن براحتك، من الحته اللي يريحك جيبيها منه. هنا انا بحب استخدم اول من الشركه دي بالذات، بصراحه بقسماطها حلو. وبروح ضايفه عليها معلقه توابل مقرمشه اللي هو بيتجاب من السوبر ماركت. بس كده وهتشوفيه معايا. طبعا تدوسي عليه كويس وانتي بتحطيه في البقسماط عشان البقسماط يمسك يبقى متماسك معاكي. والله على فكره ولا هيحتاج منك، ما كنا الاول نعمله في دقيق بعد كده بيض بعد كده بقسماط، لا خالص. اضافه البيضه واللبن مع التتبيله اولا بيدي طعم حلو جدا للفراخ وبيخليها تبقى طريه وجوسي، وفي نفس الوقت البقسماط بيمسك فيها ما بيفكش خالص، وهتشوفي معايا في الاخر كمان. بس دي الخطوه دي بس اهتمي بيها شويه عشان خاطر يعني يبقى متماسك معاكي. هنا مثلا لو في مثلا حد بيحب يبقى فيه سبايسي، بروح مثلا بقيه البقسماط اللي اتبقى بحط معلقه سبايسي برضو من نفس التوابل المقرمشه، الفراخ المقرمشه. بس كده بروح برضو عاملاه بنفس الطريقه. وبعد كده هتسيبيه في التلاجة من ربع لنص ساعة، يعني حسب بقى. يعني مثلا لو مش مستعجلة عليه سيبيه نص ساعة في التلاجة، بس غطيه عشان ما ينشفش منك. تغطيه بكيس ابيض، كيس تلاجة، وتشيليه في التلاجة. بس كده تمام. كده خلاص، كده احنا خلصنا البانيه كمان تمام كده خالص. هنا دلوقتي انا بقى نيجي بقى لمرحله قلي البانيه. بتكوني مسخنه صينيه او طاسه فيها زيت، وفي نفس الوقت ما يكون سخن، الزيت سخن بس مش نار عاليه عليه عشان ما يتحرقش من بره ويبقى من جوه لسه ما استواش معاكي. بس كده ودي كده هنا معاكي المكرونه زي ما انت شايفه كده، والبانيه كده بيتحمر والمكرونه خلصت. وكده اكلتنا تكون خلصت النهارده يا حبايبي. وما تنسوش اللايك ولا الشير والاشتراك في القناه عشان اوصلكم كل جديد، واشوفكم ان شاء الله المره الجايه في وصفه جديده.